شابة جزائرية تجمع بين الذكاء والسرعة والدقة في الحساب الذهني. منار بن مسطورة، متى بدأ اهتمامك بالألعاب الذهنية يا منار؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكركم على هذه الاستضافة وهذه الالتفاتة الطيبة. مجال الحساب الذهني بديته في سن مبكر. نعم. الوالدين تاعي دخلوني على اساس انه نطور في مجال الرياضيات، ما كانش على بالهم بلي عندي موهبه. دخلوني اولا دخلت سوروبان ماشي حساب ذهني. ما شاء الله. كي دخلت سوروبان بعد الاستاذه تاعي بدات يعني تشوف، اكتشفت الموهبه تاعي. تحدثت الوالدين تاعي عليها ومن ثم بديت نطور في المجال. من بعد سنه 2022 تعرفت على الدكتور حكيم بلواد في مركز الامل وعلى الحساب الذهني فاستمات. نعم. من ثم بدا المجال تاعي وبدات الحسابات تاعي في هذا المجال. شاركت في عده مسابقات ولائيه وطنيه، بعدها رحت المسابقات العالميه والدوليه. حسيت بالفخر لانه شرفت الجزائر ما شاء الله وشرفت ولايتي ويعني شرفت كل العرب على اساس انه بنت تقوم بحساب الرياضيات. وكان الهيك توك أول مرة يعرض في هذا الحصة الروسية. نعم. كانت أول مرة يكون كاين حسابات في الهيك توك وبنت تقوم بالحساب الذهني. حاسوب بشري ينبض بالحياة. كيفاش خليتيهم حتى انبهروا بك هكذا فوق خشبة المسابقة؟ يعني أولا لازم الثقة بالنفس. ما شاء الله. لأنه الثقة بالنفس نحتاجها في عدة مجالات، خاصة كي تكون قدام جمهور قدام حكام. لازم تكون عندك ثقة بالنفس ولازم تركيز عالي، وخصوصا لما يكونوا أجانب من جنسيات مختلفة، ما كاش كثير ولاد بلادك والجزائريين. شعور مغاير تماما. كان هناك تخوف قبل بداية المنافسة؟ قبل بداية المنافسة كان فيه خوف، كان فيه خوف وتوتر كبير، لكن بعد دخولي للمسرح راح ذاك التوتر وراح ذاك الخوف لأنه دربت بزاف وخدمت على روحي قبل ما ندخل. أنا والله ماذا بيا تكوني قدوة لكل الشباب اليوم. وش هي رسالتك اللي تقدميها للشاب الجزائري اليوم، خصوصا اللي في نفس سنك 16 سنة منار؟ الرسالة اللي نقدمها هي يتمسكوا في الأحلام تاعهم، واللي يكون عنده موهبة ينميها ما يخليهاش تروح، لأنه المواهب كي نخدموا عليها قادر دير لنا مستقبل باهر. نخدموا على الأحلام ويعني نستثمروا في الوقت تاعنا وفي العقول تاعنا. هذه دائما لازم تكون، ودائما لازم نتبعوا الاحلام تاعنا وما نستسلموش ممكن نطيحوا في عقبات، لانه باش توصل لمستوى كبير لازم نطيح، لازم تتعثر، لازم تفوت على بزاف مراحل وتنضر بزاف باش تقدر توصل للنتيجه اللي راك باغيها.